عاوزة اقولك يا لوزة، لو انت لسه بتشتريها من بره فانت كده فاتك كتير. عايزاكي تكملي معايا الفيديو للنهاية، عشان من بعد الفيديو بإذن الله ما عدتيش هتشتريها تاني، وهتعمليها يوميا في بيتك باستمرار. بالأخص كمان ان احنا داخلين على رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولا غنى عنها طبعا في السحور. رمضان ان شاء الله السنة دي أحلى بالزبادي في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير، وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك علينا. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حبايب قلبي الغاليين، ما تنسوش تدعوا لأبويا في الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي، هو وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم واغفر لهم جميعا يا رب العالمين. وطبعا ما ننساش نصلي على من أنار الكون توحيدا وإيمانا علشان نستفيد من الفيديو أكتر أنا وإنتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. سامعاكي يا لوزة؟ عارفة إنك هتقولي إن أنا ما عنديش المكنة بتاعة الزبادي في البيت، عشان كده أنا بلجأ إن أنا أشتريها من بره، لأن المكنة مش متوفرة عندي والكوبايات بتاعتها مش متاحة عندي. لا يا حبيبة قلبي، انت ممكن تعمليها عندك في البيت بدون أي مكنة، بدون كوبايات معينة، بأي كوبايات متاحة عندك هتعمليها بإذن الله، وهتطلع معاكي كريمي وتحفة جدا وأطعم وأنضف من بره بكتير، وهتعمليها كمان بالطعم اللي أولادك بيحبوه أو انت بتحبيه. وطبعا بدون ما نحط أي ألوان صناعية، كلها بإذن الله تكون حاجات طبيعية. تابعي معايا الفيديو وبإذن الله تطلعي منه مستفادة كتير. هتعملي بقى الكمية اللي انتي عاوزاها. تمام، أنا هنا كده جبت معايا كيلو ونص من الحليب، غليته وسبته كده في التلاجة، بردته طبعا ودخلته التلاجة. بعد ساعتين عمل معايا وش كده. طبعا احنا عارفين ان اللبن لما بنسيبه بنغليه وبنسيبه بيطلع لنا وش كده. بنشيلها لو كان اللبن مصدره كويس بيطلع لك وش حلو، مصدره مش حلو مش بيطلع وش. تمام، انا اللبن اللي معايا ما شاء الله اللهم بارك كان جميل جدا. طلعت طبعا الوش بتاعته، لو انت عايزاه دسم قوي سيب الوش بتاعته، بس انا بفضل ان احنا نشيلها. وانا بشيل الوش بتاعته كده على جنب، بحتاجها انا في حاجات تانية. تمام كده، بحتفظ بيها في الفريزر يعني. طبعا اللبن معايا كان ساقع، حطيته على النار، خد درجة حرارة ضعيفة جدا، اللي هو يكون فاتر معاكي كده، ما يكونش ساخن قوي. تمام كده. حضر معايا بقى الأكواب بتاعتي اللي هعمل فيها. أي أكواب متاحة عندك بقى، أي أكواب، مش شرط كوبايات معينة. أنا كان عندي الكوبايات بتاعت الزبادي دي، هبدأ إن أنا أجيب قارب كده، هجهز فيه الكوبايات بتاعتي. تمام كده. بس قبل ما تفضي الزبادي بتاعتك في الكوبايات لازم تتأكدي إن الكوباية تكون ناشفة، عشان أي نقطة مية في الكوباية هتفصل معاكي الزبادي، وهيكون لها شرش كده ومش هتكون حلوة معاكي. تمام كده. حضرت الكوبايات بتاعتي وتأكدت إن هي كانت ناشفة تماما، ما كانش فيها أي حاجة. جبت معايا بقى الحليب بتاعي، ده كان كيلو ونص من الحليب. تمام، ضفت عليه كده معلقة كبيرة من السكر، وهضيف معايا حوالي نص كوباية من الزبادي اللي أنا عاملاها دي. أنا سبت كل كوباية على جنب عشان أعملها خميرة للزبادي اللي بعد كده، بدل ما اشتريها من بره. طبعا لو انت لسه بقى هتعمليها، اعمليها بأي خميرة زبادي، يعني جيبي أي نوع زبادي انت بتحبيه، علشان نوع الزبادي اللي انت هتعملي بيه هو اللي هيعطيكي نفس الطعم في الزبادي اللي انت بتعمليها. انا طبعا كنت الزبادي اللي انا عملت بيها خميرة في المرة دي، كنت في المرة اللي انا عاملة فيها كنت عاملة بالنوع اللي احنا بنحبه، اللي هو جهينة، وهو طبعا نوع جميل جدا. تمام كده. فطلع معايا نفس الطعم، وعملت بيه الزبادي دي وطلعت برضو نفس الطعم. تمام كده. الكوباية معايا حجمها كبير، بتحتاج لكل كيلو من الحليب معلقة كبيرة من الزبادي. معايا هنا كيلو ونص من الحليب، ضفت عليهم معلقة، يعني نص حوالي معلقة ونص أو معلقتين إلا كده، اللي هو ايه نص الكوباية اللي معايا. هبدأ بقى ان انا اقلب الثلاث مكونات كده مع بعض، السكر والزبادي والحليب، ابدأ اقلبهم كده ادمجهم مع بعض كويس جدا. هنا طبعا بعد ما دمجتهم بقى كويس مع بعض، هبدأ بقى ان انا ايه سخنت عندي المية كده، عمل يعني المية كانت درجة حرارة سخنة شوية. تمام، هبدأ احطها كده في القارب اللي معايا. ضفت كده معلقتين في الاول، معلقتين من الخل عشان احافظ على ايه الصينية ما تسودش معايا. تمام كده. وبعدين نزلت بالمية، المية تكون ربع الكوباية بتاعة الزبادي بتاعتك. حطيت قسمت بقى الحليب اللي معايا كده على نصين، علشان هعمل زبادي عادية وزبادي فراولة. حطيته كده في حاجة
حطيت الحليب كده في حاجة يكون لها بوز عشان تكون سهلة عليا وانا بفضيها في الكوبايات. تعالوا هنا بقى يا جماعة، الزبادي بالفراولة التحفة جدا. المكون ده فعلا خطير خطير بمعنى الكلمة. بيوصل معاكي الزبادي الفراولة بنفس الطعم اللي احنا بنجيبه من بره بالملي، مش عايزة اقولك بالظبط، لا بالملي كمان. تمام. هو صوص الفراولة. ويا سلام بقى لو الصوص ده انت عاملاه عندك في البيت، او اي صوص بقى تحبيه، اي طعم انت تحبيه هتعملي الصوص بتاعه عندك في البيت وتضيفيه للحليب بتاعك اللي هو انت مجهزاه للزبادي. حطيت كده حوالي معلقتين من الصوص وقلبتهم على الحليب بتاعي كويس جدا، دمجتهم. لما اتأكدت ان هو كويس جدا هبدأ ان انا اصفيه هنا، علشان اللي هي ايه، البذور اللي الصغيرة دي اللي بتكون على الفراولة من بره، عارفينها. بعد ما صفيته كده، طبعا البذور دي صغيرة جدا فبتنزل من المصفى، مفيش مصفى تمنعها، فاهمين ازاي. فانا قدرت اشيل اللي قدرت اشيله والباقي سبته. ليه بقى؟ لان الاولاد طبعا بيقرفوا من اي حاجة على الحاجة اللي هما بياكلوها، فمش هيقتنعوا ان دي البذور اللي بتبقى على الفراولة. فحاولت بقى ان انا اصفيها مرتين كده عشان امنع اي بذور تقع في الزبادي وكده. بس للاسف كان متبقي كام واحده كده ما قدرتش اشيلهم يعني. فحاول بقى ان انا اقنعهم ان هي دي البذور بتاعه الفراوله عشان ياكلوا. بعد ما خلصتهم بقى كده غطيتهم بفوطه كده نضيفه. وطبعا عند الفرن كنت مسخناه حوالي 5 دقايق، شغلته 5 دقايق وبعدين طفيته. ما تدخليش الزبادي بتاعك والفرن والع، اوعي. سخنته بس 5 دقايق وبعدين طفيته، وبعدين غطيت الزبادي بتاعتي ودخلتها. هسيبها كده مدة ما تقلش عن 6 ساعات. انا طبعا عملتها من بالليل، وهنا كده كان تاني يوم الصبح. الفرن بتاعي عامل بخار كده علشان طبعا انا كنت مسخناه زي ما قلت لكم. هبدأ اخرجها بقى ونشوفها مع بعض. عايزة اقول لكم ان زبادي الفراولة بالصوص بتاع الفراولة طعمها ما يختلفش نهائي عن اللي احنا بنجيبها من بره، بل اطعم بكتير جدا. انا جربت اللي هي بالكريم شانتيه الفراولة، وجربت بالايس كريم، وجربت بالبودرة بتاعة الجيلي. كان ولادي ما كانوش بياكلوها يعني بسهولة، كنت بقعد اتحايل عليهم كده لحد ما ياكلوها. لكن لما جربت اعملها بالصوص بجد الطريقة طلعت خطيرة جدا، والطعم ما يختلفش خالص عن الجاهزة بل أطعم بكتير. عايزة أقول لكم بقى إن أنا بعمل الكمية دي ممكن يوم ويوم لأ، بسبب إن ولادي اللهم بارك يعني بقوم بياكلوها باستمرار بطعم الصوص ده، لأنها بجد خطيرة جدا. غطيت طبعا الكوبايات بتاعتي بقى وهدخلها التلاجة ونشوفها مع بعض بعد ما تخرج. طبعا لو انتي عاملاها في أكواب عادية ملهاش أي غطيان عندك، هتغطيها كده بورق استرتش راب عشان الوش بتاعها ما ينشفش وتبقى معاكي مش لذيذة. دي بقى شكلها بعد ما خرجت من التلاجة. بجد القوام كريمي جدا، ومش مخرزة معاكي خالص ولا تعمل معاكي كلاكيع ولا أي حاجة. وطعمها تحفة وطعمها طبيعي جدا. وهي الزبادي اللي هي الطبيعي اللي هي الطعم الأبيض، طعمها حلو جدا. معلقة، لأن طبعا معلقة السكر اللي احنا بنحطها للحليب بتاعنا بتوزن معاك الطعم، وما بتكونش الزبادي بتاعتك مززة ولا مالحة، ولا بيكون لها شرش ولا أي حاجة زي ما شفتوا معايا، ولا الزبادي مخرزة زي ما قلت لكم. الطريقة سهلة وبسيطة جدا، يبقى ليه نشتريها من بره ومش محتاجين لها أدوات كتيرة ولا أي حاجة. اعمليها في بيتك صدقيني هتوفري على نفسك كتير جدا. أشوفك فيديو جديد إن شاء الله على خير، مع السلامة.